السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها الهلالي من قناة مطبخ مها الهلالي. اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك وينورني على قناتي ويدوس كلمة اشتراك اللي هي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، واكتبوا كومنت تقولوا ايه رأيكم في الفيديو ده وفي الجولة اللي انا صورتها في سوق التلات. وبالله عليكم ما تستخسروش فيا اللايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو وبيوصله لأكبر عدد. يلا بينا نبتدي. هنا دي دفايات السرير. الدفايات دي جاهزة، يعني بتتباع بالواحدة، تاخديها تفرشيها على السرير على طول، متخيطة ومتقفلة. هنا دي اللي هي الرسمة بتاعت التابلو اهي. دي الواحدة عاملة 115 جنيه، اللي هما الاربع الوان دول، اللي هي الرصاصي والنبيتي والجنزاري والموف. دول الاربعة، الواحدة منها عاملة 115 جنيه. بعد كده الجنزاري دي خامتها تقيلة قوي، دي عاملة 220. هي والكافيه والنبيتي والبني، الاربعة دول برضو عاملين، بس الواحدة دي تقيلة، عاملة 220 جنيه. هو اقل كده سعرها 220 جنيه، بس هي خامتها فعلا تقيلة جامد. هنا دي المضلعة او المخططة. المفرش ده حاطط منه 6، حاطط النبيتي واللي هي البطيخ والكافيه والموف والاحمر والكشمير اهي. دي اللي هي المضلعة دي الواحدة عاملة 140 منها، اللي هما ال6 دول اهي. دي النبيتي كده بتاعها اهو، اهو. دي اي واحدة من دي اهي ب140. واللي في هنا الدفايات الاخرانيين دول الواحدة عاملة 180. دي تقيلة برضو وحلوة، ورسمتها عاملة زي المفرش القطيفة بتاع السراير اللي هو بيتباع جاهز. بصوا رسمة تابلو. هنا دول الاخرانيين، دي الواحدة عاملة 180. هنا البشاكير بجميع انواعها، عنده بشاكير وعنده فوط بجميع انواعها واحجامها. هنا ده بشكير كبير طوله 2 متر اهو. البشكير اللي اي واحد من اللي متعلق ده 90 جنيه، من البشاكير الكبيرة دي بشاكير كبيرة وجميع ألوانها اهي، وأشكالها أشكال ورسومات مختلفة اهو. هو معلق بس النهاردة بشاكير اللي هي الكبيرة بس، إنما الفوط حطيتها على الترابيزات من تحت. دي كده البشاكير كلها. هنا الفوط اهي. دي فوط، أول حاجة اهي فوط المطبخ اهي. هنا دي فوط المطبخ، دي فوط قطن حلوة وجميلة والله. أنا خدت منهم 2. الفوطة بقى عاملة 17.5، وفي منها جميع. الفوطة دي تنفع تنشفي عليها مواعين المطبخ بعد ما تغسليها، او تغطي بيها العجين اهي. دي موجود جميع الوانها الفوطة دي، وفي اللي هي التانية المربعات اهي. دي الالوان كلها الموجودة منها اهو. ده الكافيه، وفي منه الجنزيري اهو، وفي اخضر اهو، وفي منها برضو بطيخي، وفي منها لبني اهي. دي الوان فوط المطبخ كلها اهي. ودي المربعات اللي انا بقولكوا عليها برضو. وهنا دي الفوط بتاعة الوش اهي. دي فوطة كبيرة طولها متر، في العرض ب60 سنتي. دي الفوطة عاملة 60 جنيه، بس مفيش منها غير الجملي دي، وفي البطيخي دلوقتي هتجيبه اهي. دي الجملي بس قطني، ده قطن صافي، يعني الفوط دي قطن صافي، مش داخلها بلاستر ولا حاجة. وهنا دول روس المخدات. دي روس متخيطة جاهزة ومعمولة بأستيك، بتاخديها بتركبيها في المخدة. دول الاتنين عاملين 15 جنيه
اهو ده اللون النبيتي اهو كده اهو. وفي منه الوان تانية اهو، ده الاستيك بتاعه اهو. القماشة بتاعته قطيفة اهو. في اللون الجنزيري والموف بتاع رؤوس المخدات. ودي البشاكير تاني. هنا ادي الترابيزات اللي عليها الفوط. ده بشكير كبير. هنا بقى اكياس المخدات. هنا بيبيع الكيس فرداني كده، يعني كيس الخدادية عنده ب10 جنيه، وكيس المخدة ب15 جنيه اهو. ده كيس خدادية كده، بس قماشته حلوة وجميلة، قماشة قطن. بصي عشان القماشة قطن بتتكعبش على طول، انما لو داخلها بلاستر ما تلاقيش القماشة متكعبشة، تلاقيها مفرودة. اهي الخامة بصراحة جميلة جدا قوي عنده، وهو بصراحة معروف هناك في سوق التلات، وكل الناس اللي في الجيزة هناك عارفينهم. هنا معروف في سوق التلات اهو كده. وعنده ملايات برضو اهو، بس ده جميل قوي والخامة فعلا قطن. هنا عنده اللي هي القماش الابيض ده، والقماش القفايض ده بيتباع بالكيلو. الكيلو هنا ب75 جنيه. ده ينفع لبياضات الانتريه، بياضات كنب، تنجدي بيه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا بقى بيقول لي المفرش عامل 180 جنيه، اللي هو في الارض ده اللي هو حاطه. اي مفرش هنا ب180. دي 100 وكام؟ 180. هنا عند ابو احمد بيبيع اللي هي المشيات بتاعت السجاد، وسجاد بس مقاسات صغيرة. هنا المشاية دي بيقول عاملة 120 جنيه. دي عرضها 60 في 2 متر اهي. ودي نفس الكلام برضو. خد يا كابتن شكل واجب ده. دي مستنيه ايه السجاد؟ الحاجات دي جميلة قوي، بس واخداها اكتر من واحدة. مفيش حاجة بتقعد. ايه؟ نسأله دي سعر ايه؟ نسأله سعرها عامل كام؟ هي دي عاملة كام؟ ما طلعش كبير يا احمد يا احمد، حاول تطلع كبير عشان الزبون عايزك فيه. بيك جميل. اديها كده صورها. بكام دي؟ 145. ليه؟ قالوا ب90. في قدها بالظبط 90 جنيه، حاجه حلوه برضه. فين بقى؟ دي؟ قيسي 5 أسمار وطبعين. هي بص هي ايه؟ اهي تحفه. دي ب90. عشان فيها ايه؟ غلطة. فيها غلطة مخرومة. بصوا بقى، انا صورت لكم ابو احمد اهو، اللي هو عامل الفرش ده اللي احنا صورنا فيه اهو، بيعمل بايلك اهو كده. هو معروف هناك في
كده بعد ما مشيت من عند ابو احمد اهو وانا ماشيه في قلب السوق اهو. هنا مفارش بردك، هنا دي مفارش دفايات سرير، ودي مفارش بردك وقماش. هنا الشارع ده كله فيه انواع القماشة كلها اهو. كده انا ماشيه اهو. هنا دي قماش قطيفه اهو، وده قماش بردك. هنا ده الفرو، ده قماش الفرو اللي بيتعمل منه الدباديب والسبيتة اهو. رحت بقى صورت هنا كمان. هنا عجبني القماش قوي هنا قوي، لان الخامة هنا تقيلة قوي وجميلة، وعنده اشكال جديدة كلها. يعني ما عندوش حاجة قديمة، ما عندوش رسومات قديمة، كل الرسومات اللي عنده دي جديدة اللي لسه طالعة السنة دي. والقماش بصراحة بتاعه عنده جميل قوي. اصلا كام؟ ب 80 بعد 85. بص الرسمة دي اللي هي يعني مش 70 بيقولوا يعني. عليها عيش النحلة، دي اللي لسه نازلة السنة دي عنده جميع ألوانها كده. بيقيس لي واحدة عايزه 3 متر بني، 3 متر بني. بص الألوان بقى. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى. بصي هو هنا المتر بقى بكام؟ ده ب 80. ده اسمه ايه بقى القماشة؟ ده التركي. عرض مترين ونص يا باشا. ده أي متر ب80 منه؟ بعد 85 عرض مترين ونص. في البني وفي الألوان. في جميع ألوانه. اللي هو دي البني. ده الجنزاري بتاعه، ده النبيتي. دي الرسمة اسمها ايه؟ يا عرباوي. ده عرباوي يا باشا. شد بقى كده. انا عايزك 80 يا حبيبتي، 80. 80 يا باشا. شد بقى كده. ده اسمه انا العرباوي. عايزك تصوري الرسمه بالظبط. في منها ده النبيتي بتاعه. استني كده ثانيه واحده. ده النبيتي بتاعه ده كام المتر؟ ده وعند الاسمر. ده اللي هو كشميري الغامق. انا بقول لك ده اسمه العرباوي. ده الوانه الكشمير، ده الغامق، وده الجنزاري، والله ده الجنزاري بتاعه. ده الجنزير وده الاسمر تحت. ده بقى عيش النحل بقى. ده الاسمر. عيش النحل بقى بتاعته. ده اللي لسه نازل السنه دي، ده لسه نازل الجديد السنه دي. ده اسمه عيش النحل. ده جميع الوانه برضك موجوده. ده الموف. جنزاري منه برضو. كشمير. والبني. الريشه بقى انواع الريشه. الريشه الوان بجميع الوان. ده كده اي نوع من دول المتر ب 80 جنيه كله. خامه بطانيه حاجه انا هنا ببيع كله. 80 بعد 85. وده عرضه مترين ونص. خامه بطانيه. خامه بطانيه. لا هو الخامه بتاعته بصراحه تقيله، انا ما شفتش القماشه دي ورا عند حد بصراحه. الخامه فعلا تقيله وجميله. في منها تقليد اللي هي الخفيفه. انا ما باكلش اللي هي التقليد دي. الراجل عنده دفايه جميله قوي. كلها انواعها. استنى يا غاده، كلها انواعها والله اللي ورا كله خامه بطانيه يا باشا. عبد كلها 80 بعد 85. خامه بطانيه يا باشا. اللي ورا ده صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي.
هنا احنا فين؟ في سوق التلات، في كفر هرمز، في سوق التلات عند فرش مين؟ بقول لك ايه يا مدام، التفاهه الكبيره بتيجي قد ايه؟ لو خلاص قول رقم التليفون لو حد عايز يتواصل معاك عن طريق التليفون. ماشي يا باشا. قول وانا بكتبه. طب انا هديك الرقم انا دلوقتي. هو ده جميل بصراحة، ده جميل، الجنزري ده جميل. والخامة ده الخامة بطانية والله تقيل. كله عمال يقول القماش هنا جميل بتاعها. قولي الرقم كده. 0100 316 790 7. ماشي، ده كده الرقم ده متوفر عليه شحن لأي حتة. ماشي. لسه عايزها. لا طلع يا روما، لا طلع فوق يا روما. مش كده مش كده. هنا انا عند ابو سريع اللي هو بيبيع قماش التابلوهات، وبيبيع قماش ستاير، وبيبيع اللي هو قماش التنجيد بتاع الانتريهات والصالونات، وبياضات الانتريهات، قماش بياضات الانتريهات بجميع انواعها اهو. عنده اللي هو الجبلان اللي هي بياضات الانتريه الجبلان، وعنده اللي هي العرباوي اهو. ده طابلو اللي هو بيتعمل برواز بيتعلق على الحيطة اهو. دي رسمتين في قلب القماشة اهو بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده. جميلة، تنفع برواز او تعلقيها على الحيطة كده، جميلة. بس الواحدة ب50 جنيه، يعني الاتنين في التابلو ب100 جنيه. وهنا متر قماش البياضات بتاعت الانتريه العرباوي عامل 40 جنيه. انا جبت اللي هو اللون الكافيه ده اهو. ده بجميع انواعه، ادي الكحلي وادي النبيتي وادي الجنزاري والرصاصي اهو، وادي الاتواب اللي هو بيبقى منها، وفي منه الكشمير بردك اهو. وده بتاع الطابلوهات بردك. وهنا ده قماش التنجيد بتاع الصالونات اللي فوق ده اهو. بعد كده نفردها. بياضات الانتريه انا خدت القماشه دي اهي. هو بكام ده؟ بياضات للانتريه. دي المناديل اللي بيتعمل منها المناديل اهي. دي مربعات بتتقص كده على قد المربع. هنا دي برضو القماش اللي هو الجبلان ده بياضات برضو الانتريه. والنبيتي ده بتاع الخضريات بتاع الانتريه. هنا ده القماش العرباوي ده بتاع مفرش ارضي. بتاع مفرش ارضي عشان تقيل قوي. البرويز ده مش اللي هو بيتعمل براويز، اللي هو الرسمة دي بتتعمل براويز. كده تكوني انتهيتي في سوق التلات.